إن الفرق ما بين العتاب والخناق شعرة. العتاب هدفه إن أنت تفهمني وأفهمك، تفهم إيه مضايقني فما تكرروش أو تقدر مشاعري وإحساسي. لكن الخناق هدفه إن واحد فينا يطلع غلطان ويعتذر والتاني يطلع صح ومظلوم وإن أنت جيت عليه. العتاب بيتحول لخناق لو أنا بعاتبك بنبرة اتهام أو نبرة تعميم، إن أنا أقولك أنت عمرك ما سألت عليا، على فكرة أنت كل يوم بتسيبني لوحدي، بص أهو أنت بقى عدم سؤالك كان سببه إن أنا تعبت وانهارت وحصلت لي مشاكل الدنيا والآخرة. طبيعي اللي قدامك هيحاول إن هو يدافع عن نفسه، فده اللي بيقلب الموضوع خناق أو حرب. لكن لو قلت نفس المعنى بطريقة صح وطريقة أهدى وفيها شوية حنية كده، الموضوع هيختلف تماما. يعني بدل ما أقوله الجملتين اللي فاتوا دول، أروح أقوله على فكرة أنا زعلت قوي إن أنت ما كلمتنيش امبارح، بتوحشني، نفسي أسمع صوتك، أنا بطمن لما تكلمني وأحس إن أنت جنبي وحاسس بيا. الجمل دي أكيد هتفرق كتير، هتلاقيه ببساطة هيحس إن أنت بتعاتبيه علشان وجوده مهم، مش علشان عايزة تطلعيه مفتري عليكي.